بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي الحلقة الأولى في هذا المسجد المبارك، مسجد الرحمة. نسأل الله أن ينظر إلينا بعين الرحمة. ثيرساثين عزازقا في وزو الجزائر، يوم الجمعة 19 شوال 1446 الهجرة، الموافق 18 أفريل 2025 للميلاد، لشرح ديوان من الدواوين المهمة في الفقه الإسلامي عموما وفي الفقه المالكي خصوصا، وهو كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للإمام الونشريسي. مثلا في البداية نشكر ربي سبحانه عز وجل، نسأل الله أن نكون جميعا من الشاكرين. وربنا وعدنا في القرآن بوعد، قال: وسيجزي الله الشاكرين. ربنا يعطينا النعم، فإذا شكرناه يديم النعم. هذه ثمرة من ثمرات الشكر. مد يفكر ربي النعمة غير ومذان يحمد ربي، ثم زوالو تتدوم النعمة، دوام النعم في سنث أتنرني يعني أتسعو البركة، الزيادة، الدوام والزيادة. وسيجزي الله الشاكرين. قدر الله أن تكون كلمة الحمد لله هي أول آية في المصحف الشريف، في الترتيب المصحفي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، سورة الفاتحة. وقدر الله أن تكون كلمة أهل الجنة حينما يدخل أهل الجنة الجنة مولانا الجنة أدني الحمد لله. الحمد لله. والدليل في سورة الزمر في أواخرها الآية 73 وما بعدها: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. قال زمرا، وهذه حكمة الله: كما كنتم تتعاونون في دار الدنيا على الطاعات والقربات والباقيات الصالحات والخيرات، جزاؤكم في الجنة تدخلون الجنة زمرا، جماعات. أماكن ذي الدنيث ويفكا غفوذي ويض تتمعاونم ذي الدنيث فين الهان. ربي سبحانه أكني جازي أتكشم من الجنة أكني، يعني ترفويا جماعات. لذلك ربي قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها مرحبا يسونا سلاما سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا الاستقبال الجميل الجليل، فادخلوها خالدين. حينما يسمع أهل الجنة هذا الخطاب وهذا الترحاب يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده، فوعد الله حق. مش من مولانا الجنة غير الجنة الحمد لله ربي يقوفان سلوى عذيس، يوفى سلعة ذيس، وربي يناد: إن الله لا يخلف الميعاد. من بعد مشي تكمل الآية إما دين: الحمد لله الذي صدقنا وعده
وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. بعد ربي سبحانه بفضل منه تفضلا منه قال فنعم أجر العاملين. ربي فكي سازالي العثاب إثيذين العثاب عواز يك العثاب الدونيث السقي بضد الوقت غلث أين الزرع ومذان ذي الدونيث أثي غلث ذي الأخرث. وإلا ولاش وراكش من الجنة سلخذ ماس النبي عليه الصلاة والسلام من ياسني الصحابة ولاش واكش من الجنة سلخذ ماس ناس ولا الشيني يا رسول الله حتى أنت يا رسول الله إنيس حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أين كلام سالفضل ربي الرحمة ينس. لذلك ربي سبحانه فنعم أجر العاملين. آخر آية في السورة وترى الملائكة. تصوروا هذا المشهد الجميل، ترى الملائكة. نحن الآن نؤمن بالملائكة ولكن لا نراها، هي من الغيب. نزرى بالملائكة لان أنا نتسوالي ذنا كما يقول المفسرون هذه من نعم الله على أهل الجنة أنهم يرون ما كانوا يؤمنون به غيبا. أي نسيو من ذي الدنيث غيبا نؤمن بالغيب. أذولين أهل الأذولين الملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ذكرت هذه الآيات قصدا لسببين. السبب الأول نفتتح بالقرآن الكريم فهو وحي الله الطاهر. ثانيا نذكر بعضنا بعضا يذكر بعضنا بعضا كما تفضل المشايخ جزاهم الله خيرا على تلك الرسائل الهادفة الهادئة الهادية. 3 هاءات هادفة هادئة هادية لينظر الله إلينا بعين الرحمة. ونحن الآن نقول مرة أخرى بعد شكرنا لله عز وجل نشكر فضيلة الشيخ الإمام والفريق القائم على هذا المسجد جزاكم الله خيرا. كما نشكركم أنتم الذين جملتم هذا اللقاء بحضوركم. نبارك ربي ذي ثملي ذي ثبوسا أكون يفكر ربي الخير وانت خير أكون يفكر ربي السر ذي سر 3 سر. نشرع بإذن الله في هذه الحلقة الأولى إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك الإمام الونشريسي. منهجيا لا بد من مدخل. هذا المدخل نستفيد منه بعض الفوائد ذات الصلة بالموضوع. المدخل يقودنا إلى الحديث عن ميراث النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يجد تركة أما كانت حصان ماشي تمورث ماشي تزمورث. ميراث النبوة أكن من الله ذي الواجب فلانا كل يوم ستزمرثيس باش هذا السيف كازال إتركة إدجا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الميراث ميراث النبوة قيض الله من يخدمه بجميع أنواع الخدمة. كل يوم أذي يخدم ثزمرثيس. القرآن تكفل الله بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن هنا الحفظ ينصرف إلى القرآن والسنة الوحيان
السنة ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الوصف يشمل السنة الطاهرة المطهرة يقينا. بقى التفصيل هذا في المجمل، أما في التفصيل هناك كلام. يعني ربنا عز وجل قيض من يخدم السنة في أمة الإسلام، وممن فعل نذكر على سبيل المثال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله. يروى أنه حينما ظهرت حركة الوضع في الحديث، الذين يقولون عن الرسول ما لم يقله، لذلك لابد من مصفات تصفي هذه السنة. لن وجد ديناني مسلاين نسفنتنين في صلى الله عليه وسلم نساوي في ديني يرى ذي الحديث يغيد إن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وريجو زال بنادم أدير في النبي صلى الله عليه وسلم إنو دين نارا. ذي الرواية نظن من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، يعني ولاش كلمة متعمدا باش الإنسان يحتاط ويحذر. تجد السنة الوحي الثاني، أول القرآن الثاني السنة خدمت بجميع مفاهيمها، خدمها علماء الأصول. لذلك في تعريف السنة عند الأصوليين ما ثبت ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. السنة القولية والفعلية والتقريرية بعدين فيها تفاصيل. عند الفقهاء تعريف السنة عند الفقهاء إما السنة التي تقابل الفرض كقولنا صيام رمضان فرض، صيام 6 أيام من شوال صابرين سنة. هذا الفرض هذا السنة، هذا الفرض لا السنة. ينادي الظل ركعتي تحية المسجد سنة. فقد النافلة من السنن اسمها النوافل ذوات السبب، يعني بسبب الدخول إلى المسجد بنية المكوث، ماشي العبور، بنية المكوث. من السنة صلاة ركعتين كما قال ابن عرفة الفقيه المالكي المعروف: لكل مسجد تحية وتحية المسجد الحرام الطواف. باش الفرق هي الفرض كل السنة. رمضان ذو الفرض الصابرين السنة، تشتمض الجامع تجد السنة إلى آخره. هذا تعريف الفقهاء. السنة عند الفقهاء ما يقابل الفرض، ما يقابل البدعة. نقول هذه السنة هذه بدعة بلا ما نفصلوا. أما عند المحدثين فتعريف المحدثين أوسع. ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، يعني تعريف المحدثين تعريف علماء الحديث أوسع التعريف للسنة النبوية. الميراث اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسميد فغنت كرا قمذانا ندفن في أين ديالنا من بعد عقضنا بوها يث الأعراض يا أخي يمكن قال قبيلي هذا شي تاقي نداء الاستغاثة أبوها يث الأعراض عرضيا كل الوقت يسعى عرضيا ويا لحريش للدونيث يحواج عرضيا. اسمي سنان عبد الله بن المبارك ننس هذه الأحاديث الموضوعة، يعني إشارة إلى حركة الوضع في الحديث. كيف كان جوابه؟ تعيش لها الجهابذة. ربي
ذن تسعة راه دي السفغ يرقزن ثلاوين، خاطر يرقزن ثلاوين. من العلماء تاج الدين السبكي صاحب جمع الجوامع يسعى الشيوخ، يسعى الشيوخ. من ضمن الشيوخ تنطف اسمه زينب بنت الكمال ثاقي، هذه هي الشيخة في الحديث، هي شيخة تاج الدين السبكي، اسمه زينب بنت الكمال. عاشت 94 سنة، تعاش 94 سكواسن. في غادي نغبلي سيدي ربي اختارت سلفغيس وقال يعني قدشن في السنة. أدوغال المذوال عبد الله المبارك إن يستعيش لها الجهابذة لن خدام السنة. ذا قد فاننك وقاذا ديفانا الإمام مالك صاحب الموطأ أول كتاب وكذا مزوالو يستخدم المنهجية مهمة جدا. أغرفال رقاق يا أخي يمكن ما خدم المصفات إلا وغرفالني إلا وغرفال أرقاق. ثنتسع الإمام مالك صاحب الموطأ. ابن خلدون في كتابه المقدمة، ابن خلدون من علماء الدنيا معروف، من شيوخه سيدي أحمد وذريس. أحيانا يعرف التلميذ أكثر من الأستاذ. سيدي أحمد وذريس يفي السمان في معمرث أتصدقي يلولا قبل توضض سيدي عبد الرحمن، يعني معهد الإطارات الدينية، المعهد الوطني لتكوين الإطارات الدينية، سيدي عبد الرحمن يلولي قبليس على اليسار في معمرث سيدي أحمد وذريس. سيدي أحمد وذريس هو من شيوخ ابن خلدون. ابن خلدون في المقدمة ينس وهو يؤرخ لتاريخ العلوم، تحدث عن علم الأصول. علم الأصول يناد ذي الزمان الصحابة وحوجنا قواعد أصولية سنذكر بعضها بعد حين. حوجنا إن كان الصحابة في غنية يعني ما يحتاجوش أي غار، خطر الصحابة ثم زواروث عاشن ذي الوقت النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 2 الصحابة سنن تعرف هم ذي حداد نبوة سنن تعرف، هم عرب أقحاح سنن تعرف صافي يفهمون القرآن والسنة. والقرآن كما قال الله في سورة الشعراء الآية 195 بلسان عربي مبين. إذن يملكون مستوى عالي جدا في اللغة العربية وهي مفتاح فهم الوحيين. سنن في 3 أن الصحابة يعلمون مواطن النزول، أسباب النزول. مد نزل القرآن لنت أسباب ظروف نزول القرآن الصحابة يعرفونها. عايش نكذ النبي عليه الصلاة والسلام زران لي سيركونستونس الظروف يفيد نزلت الآيات. ومعرفة أسباب النزول عامل الأساس في فهم مقاصد الآيات. ثيس 5 أن الصحابة يعرفون أسباب الورود أي ورود الحديث. زرا من المدينة عليه الصلاة والسلام الحديث ما هي الظروف، ما هي الملابسات، ما هي السياقات. إذن الصحابة يملكون ما لا نملكه جميعا. لذلك ابن خلدون أشو دينا في الصفحة 815 في طبعة، هناك طبعة أخرى تتغير الصفحات حسب الطبعات. ذا شو دينا
إنك لقد كان الصحابة في غنية عن علم الأصول، ولكن شو دينا ولما أصبحت العلوم فنونا، يعني تخصصات أسميث غالث موسني تخصصات دي سبيسياليتي داين إلاق إنك ظهر علم الأصول، وأول من قعد قواعده الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. أول كتاب ظهر في علم الأصول في أواخر القرن الثاني الهجري الرسالة، اسمها الرسالة للإمام الشافعي. أولا الرسالة إلا ذي الفقه، ما إلا ذي الفقه هذه الرسالة صاحب الرسالة. حينما نتحدث عن الفقه المالكي ونقول صاحب الرسالة، المقصود ابن أبي زيد القيرواني، خطر السياق قد نهضر في الفقه المالكي ينصرف الفهم إلى الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. إذا تحدثنا عن علم الأصول نقول صاحب الرسالة يعني الإمام الشافعي، لأنه كتاب في علم الأصول. من بعد أكيد ينا أسميد يوض الحديث يناد ظهر العلماء الذين خدموا ميراث النبوة. كدنا ميراث النبوة خاطر هو مصدر ثاني، المصدر الثاني للتشريع والتقعيد والتأصيل. لابد سيأتي البيان حينما نبدأ نشرع ونشرح القواعد الفقهية، نبين أصولها. القواعد الفقهية في ظل فقه التنزيل، وقبل فقه التنزيل كان فقه التأصيل. في ظل فقه التأصيل وفقه التنزيل، فقه التأصيل يقودنا إلى البحث عن النصوص، عن الأدلة التفصيلية في الكتاب والسنة كما سيأتي البيان. من بعد الإمام ابن خلدون شو دينا إناد إلا لن العلماء يقصعنا غربالة رقاق باش الزيزديان السنة نعشو ديك الشمن، يعني من حركة الوضع نثني السعدين دوك غرفال ذا شو دينا فتح القوس إناد وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف. شوفوا الأدب، وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف عالم المدينة الإمام مالك الفلسي عفو يرحم. يعني نتسا يدي سفغن كتاب الموطأ فغن وياض من بعد مسلم الإمام البخاري صاحب الصحيح، نغيسع كتاب آخر اسمه الأدب المفرد، نا صحيح مسلم، نا مسند الإمام أحمد، نا المستدرك الإمام الحاكم، نا أصحاب السنن، سنن الترمذي، سنن النسائي إلى آخره. هؤلاء كلهم سواقي روافد لخدمة السنة المطهرة. وجاكم السلام أكد ويقاد ولد النغارة تسير قوا نتمسني إكس حبيبرن في السنة من النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في التريكايس باش داوضر غورنا زدية تصفى ثوري غدني وديوي غوالاقي باش هذا الديني غبلي نكون ذي الحلقات قد يسدون ما دناوي القواعد الفقهية، أدنوي قاعدة من القواعد، أدنوي فقه التأصيل أنو غلغ القرآن أو السنة، وفقه التنزيل يعني تطبيق هذه القواعد في جميع المجالات، إن في مجال العبادات أو في مجال المعاملات كما سيأتي البيان. ثم دنيني معنى القاعدة، ما دينظ القاعدة ذي الساس نغض الأصل مدينة ربي سبحانه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، سورة البقرة الآية 126. القواعد
القواعد ذي لساس أتفنو ضخان إلى قفل لساس يصحان، هو الأصل، هو القاعدة، هو المنطلق، هو المبتدأ، هو القاعدة. تجي من حيث اللغة، من حيث الاصطلاح في تعريفات كثيرة، ولكن بعد يمكن نذكر الأمثلة بالمثال يتضح المقال. إما يقول لك هو الأمر الكلي الشامل لجميع الفرعيات أو لجميع الفروع الفقهية، يعني أمر كلي يطبق على جميع الجزئيات والفروع الفقهية، لذلك يستحق أن يسمى قاعدة. الدين الرجل قاعدة، والقواعد موجودة في جميع العلوم. في الرياضيات أكيني كيد كان نظرية فيثاغورس، نظرية مثلا أي قاعدة من قواعد الرياضيات، المعادلات ذات المجهول الواحد، إلى قد تدفض إلى قد تغض الرياضيات نغلا باش تدفض. أكيني قال الله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. لو كان نطف الآية أن في الآية ثبذرد ثلثين 2 وثبذرد النصف 1/2 فلهن ثلث ما ترك 2 وبعدين فلها النصف. السؤال: هذه الآية القرآنية لا تفهم إلا بالمعادلات الرياضية ذات المجهول الواحد. أكيني سين إكس زائد بلس 1/2 النصف إيجال يساوي 2 2/3. صافي السين مجهول، ربي لم يذكره، ما ذكروش، ولكن هنا يبدأ العمل. عمل علمي فقهي دقيق حسابي وفن الثفرات، وهو السدس بلا ما نتعبوكم، هو السدس لو انسيزيان. بمعنى لو كان نقول لك مات شخص وترك زوجة وأما وبنتا وبنت ابن، يموت ومذان يجاد ثمطوثيس يماس يليس نميس. الدين ثمطوثيس الثمن بنص القرآن 8 في 8 ثيمات السدس بنص القرآن ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طبعا الولد لفظ مشترك يستغرق الذكر والأنثى، والبنت يليس بنص القرآن فلها النصف، وبنت الابن لا أدري وزرها. لا يمكن، لازم الرياضيات الماتيماتيك والمعادلات باش نفهموا نقولوا أنت أيتها بنت الابن يليس نميس أتورثض 1/6 بالسدس. منين جانا 1/6 بالرياضيات؟ طبعا بالقرآن. القرآن لم يذكره. هنفتح قوس مهم. القرآن كله كاين 3 أصناف من الآيات. الصنف الأول يسمى الآيات التفصيلية، أي وردت أحكامها بشكل مفصل. ثقي الصنف مزوارو ضربي ثدينا أم ثقي الآية تقم السلام السدس ثلث الربع ذان المعنى ضربه دينان، وكذلك أمثلة أخرى. إلا الصنف السين اسميس الآيات المجملة، جلوبال مجملة، معناه وردت آيات حاملة لأحكام بشكل مجمل تحتاج إلى بيان من الرسول فقط صلى الله عليه وسلم فقط. نعطي لك مثال. ربي قال: وآتوا الزكاة. الزكاة القرآن ما عطلناش التفاصيل نتاع الزكاة. القرآن ودينا راه إذا قال نروح للسنة
ثرقة السناث. نروح كتاب الموطأ رقم الحديث 580 إلى غاية 84. ينادي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام مالك في الموطأ: الزكاة إذا تعلق الأمر بالذهب 20 دينارا، 20 دينار، هذا هو النصاب. إذا تعلق الأمر بالفضة قال 200 درهم. نكوني ثورة لو كان تقول واحد نصاب الزكاة غورنا أكيني 85 جرام من الذهب، ولكن الرسول ما قالش هاك، ولا الإمام مالك ولا واحد. الحديث ينادي 20 دينار، ولكن هناك عمل فقهي حسابي إلى الخدمة، ماشي هكذا. وفاند العلماء باللي يون الدينار يساوي 4.25 4,25. alors 20 fois 4,25 égale 85. 4.25 مضروبة في 20 يساوي 85. نكون نتحدث باللغة التي نفهم، أكيني 85 جرام نمسفهم. لو كان نهضر الدينار نسمسفهم لا، خاطر الدينار والدرهم ذي قديما يون أصله من الروم ويض من فارس، هذا أيضا موضوع آخر. والفضة النبي عليه الصلاة والسلام يند 200 درهم في الحديث في الموطأ، موطأ الإمام مالك. عند زرا 200 درهم كاع شحال مي خدم العلماء الخدمة نسن فكانت أن ندم كل يوان درهم يساوي 2.975. نضربوا 200 في مضروبة في 2.975، النتيجة 595 جرام الفضة. خاطر كي نتفاهموا باللغة المعاصرة المقاييس والمكاييل تتغير، هذه تواضع عليها الناس، تمالؤوا اتفقوا. لو كان تقول واحد 20 ميل لا يفهم، لو كان صيد 20 كيلومتر يفهم، نسن كيلومتر نسن المتر نسن باسكو يسماناكي. لو كان كي قارنت الزينة كي قارنت ما معنى الزينة شحال ديك الزينة 12 الأصل ماشي هكا، ماشي كيسميس درزن. درزن في الحضارات القديمة منها الحضارة الفينيقية درزن. بعدين مع التحويرات والاشتقاق والتوليد، التوليد كما يسمى عند أهل اللغة التوليد والاشتقاق. من بعد بدل الناس ممكن يسمى يسط الزينة معناه 12 نمسفهم. إذا يا جماعة الخير العلم لابد أن يرافق حياة الناس في جميع مجالات الحياة. فلذلك ذكرت الأحاديث وسيأتي بيانها ونعود إليها في فرص أخرى، ولكن باش كنفهم باللي الفقه راه حاضر. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية رضي الله عنه: إناد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن غاديني هي عبارة عن هذه القضية الكلية الجامعة لشتات المسائل الفقهية. تعريفات الاصطلاحية ما فيهاش حرج، التعريف كيعجبنا ويث وخلاص. ثراد نفك الأمثلة، ولكن من خلال إبراز الفروق القائمة بين بعض المصطلحات لا تيرمينولوجي في الفقه. كي نقول لك القاعدات، ولا نقول لك الضابط، ولا نقول لك النظرية، تيجي من المصطلحات القريبة، ولكن هناك فروق. هناك فروق. مدنيني القاعدة الفقهية فرد فترة مذية فترة مثال لا ضرر ولا ضرار. هذه الشيء اللي سمعتوه
قاعدة فقهية، يعني مبناها صغير ومعناها عميق. وهذه من خصائص القاعدة الفقهية، من خصائص القاعدة الفقهية أنها كلماتها مبانيها قليلة ومعانيها عميقة. باش تسيري قاعدة يرتشيون بين قوسين ما سين ديال القانون سين لا ريغل دو دروا، لا ريغل دو دروا جينيرالي ابستريت، قاعدة عامة ومجردة مشطوح لا لوا كذا إلى آخره، هذه في القوانين. ولكن قبل نشأة القوانين هو كاين الشريعة هي الأساس. لذلك علماء القانون في العالم، أتحدث عن العقول الكبيرة، في مؤتمرات عديدة، مؤتمر لاهاي 1931، مؤتمر آخر القانون الدولي اسمه 1948، مؤتمر آخر في 1950، مؤتمرات كبيرة اعترفوا بأن القوانين المعاصرة مدينة للشريعة الإسلامية، خاصة للقواعد الفقهية، خاطر قواعد فقهية ثقي القاعدة بعدين لا ضرر ولا ضرار، لا مشطوح ثقي أصلها حديث نبوي شريف، ولكن اعتمدها الفقهاء كقاعدة فقهية تتوفر فيها كل الشروط، وهي من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد هذا الحديث خرجه الإمام مالك في الموطأ رقم الحديث 31 في باب الأقضية، وخرجه الإمام مسلم وغيره والإمام أحمد وغيرهم. إذن هو حديث لا ضر ولا ضرار. بعد سنة قواعد النظام الضرر يزال ولكن لا يزال بمثله، يختار أهون الضررين، يختار أخف الشرين إلى آخر ما نعلم. صفي القاعدة تمشطوح. مثال آخر الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها سيني مسلاين يفنغ في الحديث إنما الأعمال بالنيات. يا أخي كل شيء النية. النية تفيد أمرين أساسيين، الأول تفيد الحزم والحسم، الثاني تفيد التمييز بين العبادات والمعاملات وبين العبادات في حد ذاتها. شحال مازال؟ الله يبارك. ثورة ممكن 4 نظو من رمضان يون سين 3 4 يون يوزان وزمني 4 ولكن نثني كان يكزانك ربي سبحانه أمزوارو يوزان صبرين شوال. الأول صايم صابرين، الثاني قضاء، يقول لك في رمضان مرضت وكليت وربي قال فعدة من أيام أخر، الآية 185 من سورة البقرة، راني نقضي ماشي نافلة. الثالث يقول لك أنا هذه كفارة يمين، الآية 89 من سورة المائدة، أنا نصوم كفارة اليمين. الرابع ويصرفاش قال كيني نذرت لله، عندي مريض في الدار قلت يا ربي شفي لي المريض، إذا برا المريض نتاعي شفيت أنت يا ربي نصوم. إذن هذا نافلة قضاء كفارة نذر. ما الذي يميز بين هذا الصيام واحد، الشكل واحد، نقول صايمين، النية مهمة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا هو اللي يميز بين العبادات والمعاملات عن طريق النية. وهكذا يوني يجي يصلي ركعتين، واحد يصليها نافلة، واحد يصليها رتيبة، واحد يصليها كل واحد حسب النية ينس. لذلك مردنيني القاعدة الفقهية تسيقاذاكي مجموعة. الجواز لا ينافي الضمان، مجموعة قواعد.
الأمور بمقاصدها، لا ضرر ولا ضرار، الضرورة تبيح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها، الجواز ينافي الضمان، الميسور لا يسقط بالمعسور. ولا قواعد خفيفة. سنشرح بعض القواعد لمزيد من البيان في نهاية الحلقة إن شاء الله. ولكن اليوم يقارن الضابط الفقهي. ما هو الفرق بين القاعدة والضابط؟ القاعدة أشمل من الضابط، لأن القاعدة تستغرق جميع الأبواب أو معظم أبواب الفقه. قاعدة من مقاصد من خصائصها التجريد، قاعدة عامة ومجردة. أكا ميل الضابط لا، الضابط الفقهي يختص بباب معين، باب يسمى الضابط أضيق من القاعدة. نعطيكم مثال. الضابط يناد لا تركة إلا بعد سداد الديون. هل هذه قاعدة فقهية؟ لا لا. خطر هذه القاعدة راهي في حاجة برك. خطر هناك قواعد خاصة بالطهارة، هناك قواعد خاصة بالصلاة بعد نذكرها، هناك قواعد خاصة بالزكاة، هناك قواعد خاصة بالنظام العقابي، الحدود، القصاص، التعازير أو التعزيرات خاصة. هناك قواعد خاصة بالمال والأعمال، دراهم الشركات، ليزانفستيسمون وكذا. هذه تسمى ضوابط تضبط ذلك الباب. دوك حريش اللي كان يقل الضابط. ما بالقاعدة لا، القاعدة عامة. كي تقول الأمور بمقاصدها عامة، تقول لا ضرر ولا ضرار عامة، تطبق في كل شيء. تقول اليقين لا يزول بالشك، نطبقها في الوضوء، نطبقها في ليزانفستيسمون. يلا الوضوء، يجي واحد يقول لك والله غير شكيت وقيل اغسل لي الوضوء، الناس حبس يا اخي انت متوضي. اليقين لا يزول الا بيقين مثله، والا يدخلك الوسواس. ماشي كل ما تحرك رشك تقول وقيل تخري وقيل. اليقين لا يزول بالشك. ها اخي طبقناها في الوضوء. نروح الى الاستثمار والمال والاعمال. يجي واحد يدعي انه فيها بيناتكم معاملات، نقول لازم لك الدليل، لازم اليقين. يجي شخص متهم امام المحكمه، نقول الاصل براءة الذمه، الشك يفسر لصالح المتهم. تصفض القواعد وتطبق. ولكن كي نقولوا الضابط مثلا لا تركة الا بعد سداد الديون، بين في مجال معين. المعنييز ما يموت ومذان ونزمير راه غنفضو تريكاينس في الورثينس ألما نزاز دي رزقني أنخلص طلابينس. أي غير كوني مغار نغي في اللحنا ذي مقبرت ميموت يون أد ينطق يون هذا كيني أو يسيت سالس نقل غدا. هي يقولوا في المقبرة اللي يسالوا دراهم رانا هنا. هذا تكنولوجيا ولا إمام؟ طيب شحال مازال يا شيخ؟ مازال دقيقتين. لا تركة إلا بعد سداد الديون. إذن ما راه ديننا كني آية مثلا ويسيت سلاس نقل غدا زيك تزرم ولاش لي نوتير ولاش جوج دبي ولاش زيك الناس يخدموا التجارة يخدموا سواوال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سورة قاف الآية 18. مع انتهى المعاملات الناس والعقود نتاع الناس مبنية على الألفاظ، وهو الأصل، لأن العقود مبنية على ألفاظ اللافظين. وربنا يقول في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. مطلق العقود والالتزامات سواء كانت رسمية خاضعة لأشكال رسمية معينة أو كانت عرفية. لذلك قبل نفض التركة
إلا كان سفغ طلافة أنت طلافة أن سفغ طلافة من ربي سبحانه يسلسل ربي ما يدور الزكارة والذين في أموالهم، هذه وعاء الزكاة هو المال. سورة المعارج الآية 24 25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إلا كان سفغ العشور هذه يزدي الرزق. يجي واحد يجيب لك ريكونيسونس دو دات يقول لك حبس تسالس غاسي باباك، هذا الدليل غادي يوي إنا كان الشهود خلصيت ميث كسماك طلافة فرنا تنفذ من الوصايا للتستامون. كاين وصية أين دي قران ذويني التريكة راه تفضوم. سمعوا لي أنا هضر غير على التريكة الوصية. اسكو هضرت على معنى بين هذا ضابط فقهي. ما دمت أنا الآن تحدثت عن الوصية وعن الدين وعن الميراث راني ندور غير في الميراث، إذن هذا ضابط ليس قاعدة. فهمنا إذن الضابط يتعلق بباب من الأبواب من أبواب الفقه. اتفقنا؟ وكان أمثلة أعتقد هذا المثال واضح. نروح الفرق الآن بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. ماذا النظرية لا تيوري؟ بين الفرق. النظرية أوسع من القاعدة. النظرية الفقهية أوسع من القاعدة. لو كان نقول لك مثلا اذكر لي قاعدة فقهية في العقد في المعاملات، اذكر لي نظرية فقهية. أمشي دينا هذه مثلا العقد شريعة المتعاقدين. سين ماخذ من العقد هذا الشرع هذه قرار فهمت هي راون ما تخدم من العقد الانفستيسمون ديال الشركه دي كل شيء. عقد الايجار الكرا، عقد المرابحه، عقد السلم، عقد الاستصناع، عقد المضاربه. يون واحد عنده دراهم والاخر عنده لو سافوار، عنده المعرفه، يديروا عقد. اللي عنده دراهم ما يعرفش يدير التجاره، اللي عنده دراهم ما عندوش المعرفه، واللي عنده المعرفه ما عندوش دراهم. يتلاقاو صاحب المعرفه مع صاحب المال يديروا عقد اسمه عقد المضاربه عادي، ويتفقان على توزيع الارباح مسبقا. هذا مسفاما امشي رافضون نربح مناصفه 50% نغدو تير ان تير ثلثين ثلث هم احرار. الشريعه تفك الحريه العقود فقط تقول لك يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. درتو دو تير ان تير ربحتو 600 مليون 400 مليون 200 مليون هذا كان 400 مليون 200 مليون. حبيتوا ديروا التعديل عدلوا مع الوقت عادي. الشريعه تضبط تقاعد القواعد ثم تفتح المجال. ماذا العقد والشريعة المتعاقدين هذه قاعدة. لو كاين في العقد النظرية الفقهية يطول. أول حاجة تعريف العقد، وبعدين أركان العقد، العاقدان، وبعدين تدخل في العاقدان ما هي شروط العاقدين، لازم الأهلية، ما هي الأهلية، أهلية الأداء لا أهلية الوجوب، وبعدين كذا كذا وتحكي إلى آخره. وبعدين نروحوا الشروط المتعلقة بالمحل وتحكي على الشروط، وبعدين الشروط المتعلقة بالصيغة، الإيجاب والقبول، اقتران الإيجاب مع القبول، اتحاد مجلس العقد. لا تيوري ممكن تشرحها في ساعة، القاعدة في 5 سكوند. قاعدة مباشرة العقد والشريعة المتعاقدين فرا. مي لو كان تقول لي دير لي شرح لي النظرية الفقهية في العقد نقول لك حبس دير ان بلان، نعطي لك التصميم كذا 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 كذا. يعني لذلك النظرية الفقهية أوسع من القاعدة الفقهية. إلى عنوان آخر
درنا مقارنات بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. من بعد باء ثقي ألف باء القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. جيم القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. القاعدة الفقهية نسنيت داير. القاعدة الأصولية عبارة عن قاعدة لغوية عامة تجريدية مقاصدية إلى آخره، عندها بزاف أوصاف. أي غدني غاكاي باش نفهم بلي القاعدة الأصولية قاعدة معيارية يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مثلا أديني الأمر للوجوب، فكي ماشي قاعدة فقهية. الأمر للوجوب يعني ما لا يسديون الأمر ذي القرآن غذي السنة، وجي الأصل أنه للوجوب معنى واجب. ربي ناد أقيموا الصلاة، الصلاة فرض نغا سنة، فرض. أقيموا الصلاة أمر، وآتوا الزكاة أمر. تشوفهم العشور ثقي ذي الفرض. ذي سورة البقرة كتب عليكم الصيام ذي الفرض إلى آخره. إلى وندا إفكاد الأمر إلى وندا إفكاد التحريم، كقوله تعالى في سورة البقرة الآية 275: وأحل الله البيع وحرم الربا. ما لا يسد هناك أمر يفيد الوجوب، ما يسد النهي يفيد التحريم. الأمر يفيد الوجوب، نغى الأمر للوجوب والنهي للتحريم. هذه قواعد أصولية أصلها لغوية، تمسليث ذي اللغة، وهي قاعدة عامة، وهي قاعدة تجريدية معنى طبق القاعدة على جميع الأوامر إلا إذا وجد استثناءات. والاستثناء لا يقدح القاعدة، أما كنقارن ليكسيبسيون كونفيرم لا ريغل. لا كنيسة أحيانا ليزيكسيبسيون الاستثناءات تؤكد القاعدة ولا تقدح فيها. خاطر ثورة مدينة الشيني أقيموا الصلاة أمر صح، مي نغرى الأمر ديال الأصول نغرى في من خلال شرح كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي. بعد نتعمق، خاطر العلوم تتكامل ولا تتفاضل. أنواع كتب اللغة معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي. بالمناسبة علم الأصول وثيق الصلة باللغة العربية، لذلك من الفصول الكبرى في علم الأصول ما يسمى بالقواعد الأصولية اللغوية. أنا عمي ولد الحروف ساعة نزال ما معنى فا، ما معنى وا، ما معنى ثم، ما معنى كذا، ما معنى كل، لكن ما معنى كل ذي اللغة الذي باب خاص. وبعدين اللفظ الخاص، اللفظ العام، بعدين اللفظ المطلق، اللفظ المقيد، متى يحمل المطلق على المقيد إلى آخره. ما نغى المعجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي نغى لسان العرب أن باللي الأمر أحيانا لا يفيد الوجوب، أحيانا يفيد الاهتمام، يفيد الإرشاد، يفيد الندب ولا يفيد الوجوب. ذاك لازم فقط يكون عندك أدوات للتمييز بين هذه الأوامر. لا بد أن تملك الأدوات التي تمكنك من التمييز بين الأمر كذا والأمر كذا. يلا فهذا في امتحان صغير، توثيق الديون أوبليجي، واجب ولا ماشي واجب؟
هل توثيق الديون يعني واحد يسلك دراهم لا تصلص دراهم ترضلضاس اسكو الا قصوا هذا النوتير اوبليجي تخدم ريكونيسونس دو دات ولا لا؟ هل هو واجب ولا ماشي واجب؟ تفضل. واجب. اعطيني الدليل. اوفوا بالعقود اذا تداينتم. صح. قال الله تعالى في أطول آية في القرآن وهي الآية 282 من سورة البقرة، وهي أطول سورة في القرآن، يعني أطول آية في أطول سورة. شوفوا ثاسة، أطول آية في أطول سورة. الآية 282 تبدأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كتبت. اتفقنا؟ سورة البقرة عندها 286 آية. نقول لك لا يفيد الوجوب. لو كان الآية تفيد الوجوب تضع الناس في حرج. نجيبوا 4 تجار عندهم عمليات تجارية طالعينها ليزوبيراسيون بيع وشري وكذا. لو نلزمهم نقول لازم ديروا على مستوى الموثق النوتير، لازم يعيشوا مع النوتير ولا يديو النوتير معاهم. أرواح النوتير في الطوموبيل كل ما نديروا لوبيراسيون وثق 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 وثق، يقول لك احنا نخدموا ولا نديروا. لذلك نقول التوثيق هنا الأمر ماشي للوجوب. شفتوا؟ وعندنا أمثلة كثيرة. وهنا أحيانا يكون الخلل. بعض شبابنا يقرأ بعض الأوامر طف، ربي اللي قال والرسول اللي قال صلى الله عليه وسلم، وهذا أخطر أنواع الانحراف. حينما يختبئ الإنسان وراء النص القرآني أو الحديثي دون أن يعمل القواعد التي تنجيه وتأخذ بيده إلى طريق الحق، إهمال خطير، ماشي واجب. إذا كان الناس راحوا يوثقوا يجوز، هذا لا مندوب والسلام، هذا مكان. هاو قال النبي عليه الصلاة والسلام في السنة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا أمر. صافي كي تشوف واحد يعني المغرفة نتاعو راحت شوية تقول له ارتكبت حراما، لا، يعني مسكين المغرفة نتاعو راحت لهيه. طبعا هذا من الأدب، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الأدب. تشلحقيش تقنططيش معليش، ولكن ماهوش ندخلوها في دائرة الحرمة وكذا، لا، فلنتفق. ومازال الحديث عن هذا. الآن القواعد الأصولية إذن كي نقولوا الأمر للوجوب والنهي للتحريم، كاين قواعد كثيرة أصولية. هذه ذكرنا قبل حين كتاب الشافعي، أول من قاعدة قواعد الأصول هو كتاب الرسالة، وبعدين جاءت كتب كثيرة. من هذه الكتب كتاب جمع الجوامع. علاش ذكرناه؟ لأنه أعظم كتاب في علم الأصول هو هذا، هو خلاصة 100 كتاب. شكون داروا؟ تاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 للهجرة. ثرة بقيت دقائق خفيفة باش نقول فقط أهمية القواعد الفقهية مهمة. لأن القواعد الفقهية تروح للقرآن والسنة وبعدين تقول لك اون راي، تعطي لك لا كريم جو عصير. نعطيك مثال. القاعدة الفقهية تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، قاعدة فقهية. إذا ضاق الأمر اتسع، قاعدة فقهية تمشطوح، مفهوم؟ هذه القواعد. الحرج مرفوع، زوج كلمات، الحرج مرفوع. كي تقول هذه القواعد يدخل فيها العديد من المسائل في الفقه، تجمع شتات المسائل الفقهية في قاعدة بسيطة. الفقيه يحتاج إلى استخدام القواعد الفقهية، يحوج أنت. القاضي يحوج القواعد الفقهية.
المفتي يحوج القواعد الفقهية، المصلح إلى يحتاج كامل، يحتاج القواعد الفقهية. واحد منكم يجي للشيخ يقول الشيخ أنا والله غير عندي ظهري ما نقدرش نصلي قائم. يقول الشيخ أنت تقدر تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام؟ يقول نعم. يقول أنت قل الله أكبر تكبيرة الإحرام واقفا ثم اجلس. هو واقف هكذا الله أكبر، يقرأ حيث عروريس، هنا يجوز الجلوس، ماشي من البداية يجلس. خاطر القاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى أنت قادر على تكبيرة الإحرام قائما، لازم تقولها قائما. لماذا؟ في الفقه تكبيرة الإحرام ركن، القيام لها ركن آخر. ما دين الله أكبرني ركن فرض، ما تدين السيف الدين ركن آخر. الشيني الزمار دين الله أكبر، دين الله أكبر سيف الدين بعد قيم. ها القاعدة الفقهية الميسور لا يسقط بالمعسور. هذه القاعدة نطبقها في العبادات، في المعاملات إلى آخره. في جميع واحد في الطيارة يصلي تسقط عنه القبلة، ما يقولش الكوموندون تاع الطيارة يقول له روح بطل خط السير روح جهة القبلة باش نقول الله أكبر، لا يسقط. هذه تسمى في الفقه تخفيف الإسقاط. تخفيف الإسقاط منين جابوها العلماء؟ هذه كلها الميسور لا يسقط بالمعسور، إذا ضاق الأمر اتسع، الحرج مرفوع، ما تديرش روحك في حرج. هذه القواعد منين جابوها الفقهاء؟ رجعوا إلى الروافد وغالنا الثرقوة. كي نقول لك قاعدة قلتها لك بسرعة، درك نروحوا للأدلة نطولوا. قال الله تعالى وصول هذه القواعد، قال الله تعالى في سورة البقرة الآية 185 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تعالى في سورة النساء الآية 28 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال الله تعالى في سورة الحج الآية 78 وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبعدين نروح غير السنة، ما زال قلت غير شوية نروح للسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر، يسروا ولا تعسروا. وبعدين ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. صافي تجيب شحال الآيات وشحال الأحاديث، ولكن الفقهاء واش داروا؟ راحوا للقرآن والسنة جابوا لنا لا كريم في قاعدة، من راجل قاعدة صغيرة حلوة مليحة طبقها وسريعة مباشرة. ممكن الشيخ طرحوا له 20 سؤال يقول لك هذه الحرج مرفوع هفرات. واحد آخر يقول الميسور يسقط بالمعسور. يجي واحد في التجارة يقول الجواز لا ينافي الضمان، الجواز ينافي الضمان، الجواز ينافي الضمان. وبعدين يجي واحد والي ان جوج اكو ديون اب ان تيتور، الجوج مع التيتور مختلفين، نعطيها لهم الجواب في السماء. نقول الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة. يكفى ووال إذا كان فهموا، إذا ما فهموش نشرح لهم. نقول أنت أيها القاضي ولايتك هي ولاية عامة نيابية، أما هذا الأب فولايته ولاية خاصة أصلية، فالولاية الخاصة الأصلية مقدمة على الولاية النيابية العامة. ولكن ما يلبد القاعدة نقول الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة، ولا من القواعد الفقهية. إذن هذا الموضوع موضوع مهم جدا. شرعنا اليوم بتوفيق الله عز وجل في شرح كتاب مهم للإمام الونشاريسي إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. إن شاء الله يعني بعد 15 يوم ما كان خبرنا المشايخ ذينا نبدأ في
التعريف أولا بالإمام الونشريسي أنزر بوكي ذات زيرين سجموسنوني مقرانا من علماء الجزائر رحمه الله. نعطي لكم الترجمة عليه اللازمة، ونعطيكم فكرة عامة عن الكتاب، ونشرع إن شاء الله تعالى بدءا من اللقاء القادم في شرح هذا الكتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.